قبل ما نكمل الفيديو فاحنا عاملين جيف اواي على التيشيرت ده. هتقول لي كام لوجو باد بويز، يعني اللوجو دوت ظهر في الفيديو من اوله لاخره. هتبعت لي على الفيسبوك او الانستجرام، والاجابه الصح اول اجابه صح هو اللي هياخد التيشيرت ده. الزد اكس 6 ار دوت الجيل الثامن اللي معانا دوت، بدأ من 2009 لحد 2012. يعني الجيل دوت هو نفس الشكل بتاع الزد اكس 10 ار. الموتوسيكل دوت انجكشن، تبريد ميه، 6 نقلات. وزن الموتوسيكل دوت 191 كيلو جرام، والتوب سبيد بتاعته على الورق ودوت اللي احنا بنقوله 260. طبعا السرعه ديت او التوب سبيد بتاعته هتختلف كل ما الموتوسيكل يكون فيه ابجريد وتعديلات جامده شبه الجاكمان وفلتر الهواء، ولو متركب فيه باور كوماندر. نفس الكلام اللي احنا بنقوله في كل فيديو. معلش بس انا قاعد كده عشان الهواء فظيع. ما علينا، خلينا دلوقتي نتكلم في الموتور. الموتور دوت 599 سي سي، بيطلع 130 هورس باور، والعزم بتاعه 66 نيوتن متر. ده كده شكل الفرده اللي قدام ديت 120 70 17. عندك 2 ديسك و4 ريست مساعدين. هنا هتلاقي مساعدين هنا في المقلوب، زي ما قلنا في كل فيديو فاتت. المساعدين بتساعدك في السرعه والتوازن. ده كده الجزء الخلفي بتاع الموتوسيكل. في مساعد واحد خلفي، والعجله اللي ورا دي 190 19، وهنا في ديسك واحد وبستم واحد. لو اتكلمنا على التانك بتاع الموتوسيكل ده هو 17 لتر. عايز اقول لك احنا كنا عاملين فيديو قبل كده اتكلمنا على التاريخ بتاع الموتوسيكل ده كله من اول ما بدأ لحد 2023. انا هسيب لك اللينك بتاعه، ادخل واتفرج عليه هتفهم كل حاجه، واحسن موديل وكل الفروقات ما بين الموديلات كلها. عايز بقى ما شاء الله اسمعك صوت الموتوسيكل ده. الموتوسيكل دوت فيه علبه اس سي، فعايز اسمعك صوتها كده. خلينا بقى نتكلم عن النقطة اللي انتوا دايما بتسألوني عليها، الصيانات بتاعة الموتوسيكل وسعر الموتوسيكل. خلينا الأول نتكلم على الصيانات. الصيانات لو انت مثلا جبت زيت موتل 4 لتر، ودوت الزيت اللي انا بستخدمه في الفترة الحالية دي، دوت سعره 1250 جنيه. وفلتر الزيت لو انت هتغيره مرة ومرة، يعني مثلا مرة هتغير الزيت لوحده ومرة هتغير الزيت مع الفلتر، دوت هيكلفك 450 ل 500 جنيه. وفلتر الزيت اللي انا برضو بستخدمه كان ان، ودوت يعتبر من الحاجات الكويسة اللي موجودة في السوق دلوقتي. اتيال الفرامل بتبدأ من 400 جنيه وانت طالع ديت. زي ما احنا متفقين، كل لما هتزود سعر الحاجه كل ما هتكون الكواليتي بتاعها احسن. طقم البوجيهات دوت اللي هو 4 شمعات بتوع الموتوسيكل هيكلفك 1000 جنيه. دوره الميه بتبدا من 350 جنيه. طبعا الرقم دوت بتاع دوره الميه مش مقياس، لان في جراكن ميه بتوصل سعرها ل 1000 جنيه و1000 ونص. وبالمناسبه دي انا كنت عامل فيديو بكلمك فيه عن كل حاجه، وازاي تقدر تغير دوره الميه بنفسك، وايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الطريقه الصح اللي انت تغير بيها الميه بتاعت الموتوسيكل بتاعك، وامتى بالظبط تغير الميه بتاعتك. فهسيب لك اللينك في البايو او في حرف الاي اللي فوق، تقدر تتفرج عليه هيفيدك جدا. طيب في نقطه حابب اتكلم عليها بالنسبه للموتوسيكل دوت، هو يعتبر عيب شويه في الموتوسيكل ده، وهو قطع الغيار. طبعا ديت الصيانات الدوريه اللي احنا قلناها ديت ما فيهاش مشكله، بس لو لا قدر الله انت حصل لك حاجه بالموتوسيكل، محتاج تغير فبر، محتاج تغير فانوس، محتاج تغير من الحاجات الاساسيه في البادي بتاع الموتوسيكل، فانت لازم تطلبها من بره، يا اما تشوف حد عنده قطع غيار الموتوسيكل دوت. فديت من الحاجات اللي انا مش بحبها في الموتوسيكل ده. طيب سعر الموتوسيكل دوت يوصل كام في السوق دلوقتي؟ سعر الموتوسيكل دوت من 250 وانت طالع، على حسب حالته وعلى حسب التعديلات اللي فيه. ده كان فيديو الاسبوع ده، استنونا في فيديو الاسبوع الجاي. كان معاكم رمزي ابو زيد من باد بويز. سلام.